السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد، وصفة جديدة في قناتي. اليوم جبت لكم وصفة بيتزا بفرينة القمح الكامل. تجي بزاف خفيفة وبنينة. بالنسبة لطريقة التحضير واش ندير، عندي كاس تاع ماء يكون دافي، كاس تاع الحليب يكون دافي، مغرفة كبيرة تاع السكر مع مغرفة كبيرة تاع خميرة الخبز. زدت نص كاس تاع فرينة القمح الكامل. نخلط كلش بهكا بالفوي ونغلطي على الخليط، نخليه يرتاح حوالي 10 دقائق. بعد مرور 10 دقائق راح نزيد مغرفة صغيرة قبل راح ندير 4 كاس تاع الزيت، تحبوا زيت زيتون ولا زيت العادي، ومغرفة صغيرة تاع خميرة الحلوى، مغرفة صغيرة ونص تاع الملح، وانتوما حسب الذوق. انا مغرفة صغيرة ونص تاع ملح جاتني قد. زدت حبة تاع البيض وراح نخلط كلش ملاح بالفوي. دركا راح نبدا نلم في العجينة تاعي بالفارينة. نبدا نحط في الفارينة تاعي بشوية ونطم العجينة. هنا درت فيديو سريع يعني كنت مزروبة. هنا شوفوا بدات تتلم العجينة تاعي، حطيتها فوق طاولة العمل نخدمها حوالي 5 دقائق. شوفوا القوام اللي نتحصل عليه، يعني العجينة لازم تكون هكذا شوية تتلاصق، ما تنشفوش العجينة تاعكم بزاف، خلوها هكا تكون تتلاصق شوية. هنا بعد ما عجنتها حوالي 5 دقائق درت لها شوية زيت من الفوق وخليتها حوالي ساعة تختمر. بعد ما اختمرت قسمتها زوج على زوج، حليتها بهذه الطريقة، والسنيوة تاعي كنت دهنتها كامل بالزيت وحطيت فوقها العجينة، حليتها ملح، تقبتها بلا فورشات، ومن بعد درت لاصوص طوماط الفرomاج. وانتوما ديروا واش حبيتوا واش كان عندكم في الدار. انا درت هنا طون وشويه طرشي. هاي ليك الفوغ يكون اعلى درجه، انا تاعي شعلته من الفوق ومن التحت. هاي ليك البيتزا تاعي بعد ما طابت خرجتها قسمتها. هاي ليك تجي بزاف بنينه. هذاك الفرينه تاع القمح الكامل فريمون زادت فيها النص. نتمنى انكم تجربوها وان شاء الله تنال اعجابكم. الى اللقاء في وصفه اخرى.